ايوه ايوه، صليت من غير ما اتوضى وما حصلش حاجه. ده انا بقالي سنه ونص بصلي من غير وضوء وما حصلش برضه حاجه. العنوان ده صدمك؟ يعني عمل لك مشكله؟ طب هتقول لي ايه علاقه ده بانك بتقول في طريقه لتركيب البلاطات بتاعت السيراميك والبورسلين والرخام؟ طيب معلش، هو يعني خلينا نفسر بس الموضوع عشان احنا بنعيش سنين ودنيا غريبة شوية. انا بتكلم فعلا في العنوان الاول، مش هناخد فيه دقيقة سريعة. ازاي صليت وبقالي فوق السنة ونص بصلي من غير وضوء ومفيش حاجة حصلت؟ الموضوع ده حصل قدامي، عشان كده انا حبيت انقله لحضراتكم، لان الاغرب كمان ان في بعض الامهات سمعت الكلام ده وضحكت. انا كنت موجود في احد السوبر ماركتات، ولقيت بنوته صغيره كده شكلها في الاعدادي بتتكلم مع اختها مع صاحبتها مع قريبتها الله اعلم، ولكن انا كانوا واقفين جنبي فالصوت باين. فالبنت بتقول للبنت اللي معاها، بتقول لها اي والله انا صليت بقالي سنه ونص بصلي ومن غير وضوء ومفيش حاجه حصلت، الصلاه كويسه وزي الفل. فمامتها سمعت، او الست اللي كانت معاها سمعت فضحكت، وقعد خدت الموضوع كده عادي جدا. يعني مش ممكن انا الاقي طفل او طفله عنده معلومه زي دي فيها خطا. هو انا لو صليت دلوقتي من غير ما اكون متوضي هيحصل حاجه؟ مش هيحصل حاجه. لكن لازم نفهم يعني ايه وضوء، ولازم نفهم احنا ليه بنتوضا قبل ما نصلي. يا جماعه الموضوع يعني ما تستهزئوش بالحاجات البسيطه دي مع ولادكم، لانها بترسخ جواهم كوارث. الدنيا واخدانا وشغلانه، لكن لازم يبقى عندنا عين على اولادنا وعلى معتقداتهم وعلى مفهومهم. لان حضرتك في الاخر يا بتاخد بايده وتنجيه وتدخله الجنه، يا بتاخد بايده وتسيبه يروح للهلك ويروح للشيطان ويروح للنار. خلي بالكم قوي من الحاجات دي، خلي بالكم من ولادكم، ربنا يعني يحفظهم لكم. نرجع بقى مرجوعنا وقصه الطرق الكتيره والغريبه اللي بنقعد نسمعها عن تركيب البلاطات. احيانا يجي يقول لك السؤال بتلاقيه على السوشيال ميديا مثلا، الصنايعي قال لي انا هركب البلاطه بالطريقه المفلفله، فهعمل مونه مفلفله، وبعد ما اعمل المونه المفلفله هحط على الوش شويه مونه لباني، وبعدين احط ماده، وبعدين احط البلاطه. واحد تاني يقول له لا ما تعملش كده، ده انت لازم تعمل صبه، وبعد ما تعمل صبه تجيب الماده وبعدين تلزق بالماده. اللي بعديه يقول لك لا انا ما بعملش كده، انا بفرش رمله، وبعد ما افرش رمله بحط عليها المونه لباني واحط ماده. طرق كتيره قوي للتركيب. ماشي، احنا ما عندناش مشكله في الطرق دي كلها، حلوه وظريفه وكويسه، والصنايعي بيعتمد الطريقه اللي بيلاقيها تحت ايده سهله وسريعه ويركب. لكن احنا اللي بنتكلم فيه ان كتير قوي دلوقتي اصبح فوق يمكن ال70 او 80% من المشاكل اللي بتجيلنا، انا مركب بقالي شهر والبورسلين طقطق، انا مركب بقالي اسبوعين والسيراميك طلع، انا مركب بقالي قد كذا، وكلها فترات بسيطه. يعني كنا زمان نسمع البلاطه فكت بعد 20 سنه، بعد 30 سنه ما فكتش العمر كله. لكن دلوقتي بعد شهر وشهرين بتفك. وبعدين لما تيجي تتكلم اصل شركه كذا بتاعه البورسلين او بتاعه السيراميك دي شركه سيئه قوي. طب لما حضرتك عارف انها شركه سيئه وشايف انها وحشه، ما بلغتش ليه زبونك قبل ما تركب؟ لما شايف ان فيها البلاطه شطره، لما شايف ان البلاطه فيها تقويسه، لما شايف ان البلاطه فيها حاجه، قبل ما اركب يا زبوني تعالى خد بالك انا عندي المشكله الفلانيه هتحصل كذا، انا بريء من الكلام دوت، عشان تبقى انت مأمن نفسك. لكن في الاخر انت بتركب عشان انا عارف الشغل اليومين دول قليل وما صدقنا لقينا شغلانه وعايزين نشتغل، يا سيدي على عيني وعلى راسي. لكن مش معنى كده ان انا عشان اشتغل ممكن في الاخر الزبون يتضر فيسيء للصنعه كلها، يسيء للصنعه كلها. لازم نعرف ونعيد ونتكلم ونقول تاني ان انا لما بركب بلاطه البورسلين ظهرها فخار، ليها طريقه وليها قصه. لما بركب بلاطه السيراميك ظهرها عجينه سيراميك، دخل شويه فخار صغير قوي، ليها طريقه تانية. ده طريقه ميكانيكال وده طريقه لصق، دي حاجه ودي حاجه تانية. لكن انا لو هركب الرخام املاح كلسيه يبقى لازم ليه قصه تانية. يقول لك اصل انا بحطه بزقي وراه. يا عم ماشي اسقي وراه كل حاجه، بس حتى لو حطيت سقيه وراه ومنى لباني او كده، هو في الاخر درجه التماسك قد ايه؟
نوع الاسمنت اللي هتركب بيه ايه، درجه الرتبه بتاعته ايه. الموضوع كبير والله يا جماعه، مش ان انا باخده عشان انا طلعت لقيت الاسطى بتاعي بيعمل كده، او اشتغلت مع مهندس لقيته بيعمل كده فاللي يمشي على كده يمشي على كل حاجه. لا طبعا، مفيش حاجه اسمها اللي يمشي على حاجه يمشي على كل حاجه. لازم نوصف، ولازم لما الاقي في الشغل في بوظان في مشكله لازم اقول لزبوني يا زبوني خلي بالك قبل ما اشتغل هلاقي المشكله الفلانيه، فالزبون يبقى عارف معايا وعايش معايا من الاول، عشان لما يلاقي في حته زاويه جت الخيط لوح مني، يلاقي البلاطه بعكساني، يلاقي قصه انا قلت له من الاول، فانا كده قدامه وريته قد ايه انا راجل محترف وفاهم. او ان هو ياخد الحاجه يرجعها للمعرض ويغيرها ويجيب حاجه كويسه لما اشتغل تشرف لي وتشرفه وتبقى الدنيا زي الفل. هنقول المره الجايه الفرق بين ان انا اركب بقى بمونه مفلفله او بمونه مش مفلفله، او بان انا احط صبه، الكلام ده كله امتى اختار واقرر ان انا اركب. دمتم بخير وما تنسوش اللايك والشير. ودي قناه مايكل جروب وانا عمرو مصطفى. السلام عليكم ورحمه الله.